اقول لك على 3 حاجات هيفرقوا بينك وبين اي مدرب موجود في الساحه دلوقتي. اول حاجه الاختلاف، ايا كان انت مدرب للعبه ايه لرياضه ايه، لازم تكون انت مدرب مختلف. الاختلاف هو اللي هيميزك، وان الكلاينت اللي بيتمرن معاك يحس ان هو واخد منك حاجه جديده، مش مجرد مدرب بروح له فبيمرني وكله بيعمل نفس الحاجه. لازم اول حاجه انك تكون مختلف في حاجه، تكون بتضيفها زياده عن اللي بيحصل مع اي مدرب هو راح له. تاني حاجه العلم، ان هو الكلاينت لازم يحس ان انت عندك علم، ان انت بتفيده، ان انت فاهم، ان انت شاطر. وده بيحصل عن طريق النتائج، لازم يبقى في نتيجه كويسه هو شافها معاك، فبيقدر من خلالها بيثق فيك وفي معلوماتك وفي اي حاجه انت بتقولها له بعد كده. ودي تاني حاجه مهمه جدا، لازم يكون عندك مصادر للمعلومه صح، ولازم يكون اي حاجه انت بتقولها للكلاينت تكون هي فعلا جابت معاه نتيجه عشان يصدقك. اخر حاجه هي المتابعه، اللي بيفرق بينك وبين اي مدرب تاني انك انت بتعمل فولو اب دايما، وانك انت بتكون بتتابع الكلاينت، بتتابع ميزانه، بتتابع ارقامه، بتتابع هو بيتقدم ولا هو بيرجع لورا. ده في حد ذاته حتى لو الكلاينت اللي معاك او الشخص اللي معاك اللي بيتمرن هو مش بيجيب مستويات عاليه، حته المتابعه دي مش عند اي مدرب، مش كل المدربين شاطره في دي. فحته المتابعه دي مهمه جدا 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 جدا، وتفرق بينك وبين اي مدرب في المجال، وتكبرك حتى لو انت لسه صغير ولسه بتبدا في المجال بتاع التدريب.